يعني وما لابد ننصحش الرجوع، بكده طبعا. لابد اي الرجوع حد لصاحب بيتعب، التخصص. اي حد بيتعب المفروض انه بيكشف ويتشخص وياخد علاج صح. طبعا كلمة توجه لنا لجميع الأطباء طبعا اللي بيشرفوا على هذا المكان والمقيمين في هذا المكان، وجميع الأطباء اللي دايما بتحب تساعد أو ترفع المعاناة عن كاهل المواطن البسيط. حقيقة أنا شخصيا ممتن جدا لكل أطباء الحدين خاصة، وكل الأطباء اللي بيشاركوا في المركز، وده امتنان شخصي. لأن أنا كطبيب وفي المهنة، وعارف قد إيه إن الدكتور مثلا بيبقى عليه مجهود وله شغله الخاص وله شغله في الحكومة، ومع ذلك بيشارك بجزء يعني من وقته ومجهوده، وده واجب علينا كلنا تجاه بلدنا وتجاه قريتنا. واحنا كلنا نشأنا في الحدين، اتعلمنا في الحدين. انا احد من الناس اتعلمت في الحدين لحد الكليه. فده جزء بسيط من رد الجميل لاهلنا طبعا، لقريه الحدين خاصه والقرى المجاوره كلها طبعا، لان كلنا اهل، وكلنا اهل ونسايب في كل القرى اللي حوالينا. فانا على المستوى الشخصي ممتن جدا، وبوجه الشكر لكل الاطباء اللي بيشاركوا في المركز بمجهودهم، سواء بالمجهود البدني او المجهود المادي، او حتى اللي الظروف ما بتساعدهمش ان يكونوا موجودين حتى لو بالكلمه الطيبه. أنت شايف الإقبال إيه يا دكتور في الأيام ديت على طبعا المستوصف الطبي، وما نراه في الأيام المقبلة أو الجديد اللي نراه إن شاء الله في المستقبلية في هذا المستوصف؟ تاني يا استاذ احمد بتقول ايه؟ يعني احنا عايزين حضرتك تكلمنا يعني ان شاء الله ما نراه من جديد في هذا المستوصف ان شاء الله في الايام صوصف المقبله. احنا بدانا بعيادات خارج. كانت البدايه اصلا ان احنا نعمل الصراحه يعني كان ان احنا نعمل طوارئ على مدار ال 24 ساعه، تغطي اللي هو الجاب او الديفكت اللي بيحصل مع الناس كلها، ان اي حد بيتعب في اي وقت على مدار اليوم ممكن ما يلاقيش طبيب جنب منه، فبيجي المركز على مستوى 24 ساعه في دكتور متواجد. ودي كانت اول خطوه بالنسبه لنا، وده اول نجاح احنا راهنا عليه، ان يكون في دكتور طوارئ على مدار ال 24 سنه طول السنه. دي اول خطوه. الخطوه الثانيه ان احنا بدانا بالعيادات الخارجيه، وبدانا تباعا العيادات اللي هي كانت مش موجوده بدانا نكملها. وبعد كده الخطوه اللي بعد كده ان احنا ماشيين في اجراءات ترخيص وحده غسيل الكلى. ودي طبعا هتبقى نقله كبيره جدا، لان انت يا استاذ احمد معاناه غسيل الكلى اللي هو عنده مرض مزمن وضعف الامكانيات وبيسافر. مثلا عندي مرضى بيغسلوا كلى عشان مش متوفر غسيل كلى لمرضى فيروس بي، بيروح يغسل في تل بارود السحمة. بتلاقي ناس من الحدين وكفر الزياده والقرى المجاوره، عشان مفيش وحدات غسيل كلى في كوم حماده فيها مثلا مرضى فيروس بي، بيروح يغسل فين؟ في ايتال بارود، يكون من الحدين وبيبقى مثلا ميعاده الفجر. تقريبا احنا عاصرنا كل الحاجات دي من الناس اللي جيراننا واهالينا، انه بيطلع من هنا تقريبا بياخد يوم كامل عشان يغسل في ايتاي ويجي. فاحنا لما نعمل وحده غسيل كده في الحدين تخدم الحدين والقرى المجاوره، اعتقد ان ده تبقى نقله كبيره جدا. واحنا تباعا الحاجات اللي هي بتبقى ناقصه في المكان بنحاول نوفرها، واي سلبيات بنحاول نعالجها واحده واحده طبعا. طبعا كلمه اخيره من حضرتك عشان وقت حضرتك، لكل من ساهم وساعد في هذا الصرح العظيم وهو المستوصف بقريه الحدين، وخصوصا الجمعيات الخيريه بالقريه. طبعا انا قلت وجهت الشكر قبل كده للدكاتره طبعا، لان الدكاتره هم عصب المركز. لكن هو الشكر موصول لكل من ساهم. وانا قلت ان دي شيء نفتخر به في القريه، ان يكون على مستوى قريه قريه في مركز يكون فيها مركز تقريبا يعني تقريبا متكامل في كل العيادات. وديت نشكر عليها كل القائمين على المركز، من جمعيه خيريه اللي هي تحملت اعباء التكلفه، من كل الناس اللي بتشارك معنا حقيقة في الحدين تحديدا يعني، والقرى اللي جيراننا كلهم ما فيش حد بيتأخر. أنا على المستوى الشخصي ما كلمتش أي حد إن هو يساعد في المركز ويتأخر تماما، من كل الطوائف الحقيقة يعني. فشكر شخصي وشكر من كل المركز والقائمين عليه لكل الناس اللي بتساهم حتى ولو بالكلمة الطيبة. طبعا في نهايه لقائنا بنشكر حضرتك، ونتمنى يكون لنا معاك لقاءات ولقاءات وجولات اخرى، بس احنا عشان وقت حضرتك يعني تشرفونا يا فاحنا استاذ بنشكرك يا احمد، دكتور. والشكر موصول لحضرتك طبعا وللقناه والقائمين عليها. وانت طبعا يا استاذ احمد من الناس المحترمين جدا على المستوى الشخصي، نعرفك كويس. وانت من يعني من اكتر الناس اللي مهتمه بالمركز ودايما بتغطي حاجات المركز كلها. فالشكر موصول لحضرتك ولاداره القناه، وتشرفونا دايما وتنورونا في كل المحافل ان شاء الله. ربنا يبارك في حضرتك يا دكتور. تحت امرك يا استاذ احمد. طبعا كنا معكم من المستوصف الطبي بقرية الحداد،
كان معكم الإعلامي أحمد خميس من أنباء الشرق الأوسط الدولية، ولنا معكم لقاءات أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.